أغرب خرافات أمريكا قراءة البيض يا سادة لإزالة الحسد والعيون الناقدة. Egg Cleanse Reading. هذا الاشي أنا فعليا صدمني لما شفته. بقول لك عشان تعمل الريدنج الصح بتحط أول اشي خل في مي من الحنفية عادي، بعدين بتحط عليها شوية ملح، بتحط البيضة على جسمك كامل وبتفتح البيضة جوا كاسة مي. هي خرافة قديمة يعني بلشت في الجريك في يونان وانتشرت هون في أمريكا والناس جدا مآمنة فيها. طبعا في ناس يعني بتحلل لك فعليا شو البيضة، بقول لك إذا كان فيها مثلا شروش وطالع لفوق هذا فعليا واحد يعني حاطط نقره من نقرك، تشوف إذا طلع مثلا متشعب زي هيك في أكثر من واحد. طبعا إذا البيضة نفسها إجا عليها زي الشل تاعها أو كان في كائن هون أو كان فيها احمرار هون بكون زي كأنه محطوط عليك كيرس أو لعنة. طبعا إذا شافوا علامات غير صحية في الإيج كلينز ببلشوا يحطوا ملح وببلشوا يحطوا هات صوص وبحطوا سيراتشا، ببلشوا يدمروا فيها قبل ما يمحوا اي اثر بخص هاي الهالة السوداء اللي عندهم. بحطوها بالتويلت، بحطوها قال بالتويلت وقال بتروح هي العين عنهم او بروح الاشي السيء اللي صابهم. مجرد ما حطوها بالتويلت لازم ما تطلع، ما بعرف شو السر هون، انك ما تشرب من نفس الكاسه اللي كبيتها تكسرها او تكبها في التراش، يعني هيك مقصدهم. طبعا يا اخوان هاي خرافات وانا ما بنصح اي حدا يعملها لانها هاي بتعاكس عقيدتنا وتربيتنا، واحنا مش هيك، احنا ما بنرمي نعمة ربنا في التراش. المهم يا اخوان بلا منهم، احكوا لي انتم شو افطرتوا اليوم في التعليقات، سيبنا من هالخرافات التعبانة في التعليقات يا اخوان، شو افطرتوا؟